كان مؤتمر يعني أنا شايفاه أنه كان القائمين عليه بذلوا جهد كبير ملحوظ. اتكلمنا عن المحور الاجتماعي طبعا، تثمينا لدعوة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة الحوار الوطني والتواصل ما بين صانعي القرار ومنفذي القرار. بتتيح لنا القدرة على التواصل. أنا لما بقول لك على حاجة وأنت بتسمعني بنقدر نتجاذب فيها أفكارنا ونتجاذب أطراف حديثنا ونخرج بفكرة نستطيع أن ننفذها على أرض الواقع. يمكن دي المرة الأولى اللي أنا شرفت بيها أن أنا أجي هنا محافظة البحيرة ولحزب حماية وطن لهذا المؤتمر، وأعتقد أن هذا المؤتمر يعني هيكلل بكثير من النجاح، لأنه هو مخدوم إعلاميا كويس جدا، في ترتيب وتنسيق، في قادات وقامات عالية سواء كانت نسائية أو رجالية. لاقية كمان طاقة إيجابية من أول ما جيت، شايفة الناس عايزة تنجح المؤتمر. وطبعا أرى أنه فكرة الحوار الوطني اللي أشاد بيها سيادة الرئيس بأنها مهمة جدا، لأننا لازم الأوصال العصبية للمجتمع تتحد مع بعضها. صناع القرار لهم أفكار، وبالتالي من ينفذون القرار أيضا لهم أفكار، فمن الراجح أن احنا يعني نأخذ خبرات. تبادل الخبرات دي مهمة جدا، وأعتقد أن المحاور اللي هيتم النهاردة مناقشتها هتكون محاور جيدة جدا، سواء كانت المحور الصحي أو الثقافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. يمكن أنا شرفت أن أنا إن شاء الله سوف أتحدث في المحور الاجتماعي، لأن هو قريب الدراسة إلى علا، وأعتقد أن أنا كمان عندي خبرة يعني كبيرة في هذا المجال. شكرا للقائمين على هذا المؤتمر، وأتمنى لهم مزيد من التوفيق. وعايزة أقول أنه حب الوطن شيء متأصل في دمائنا، فوانس يعني أول ما بتدي فرصة لهذه المشاعر الطيبة أن تصعد إلى السطح بتجدها قوية، وبتجدها صادقة، وبتجدها كلها إخلاص.